ازاي تكوني محظوظة بجد. بجد دي اللي هو مش هشوي فيديوهات، مش اي محتوى والسلام، مش اي هري والسلام. لا، ازاي تكوني محظوظة بجد. واللي انا هشاركك فيه بالفيديو ده كفيل ان انتي لو طبقتيه فترة في حياتك ان حياتك تتحسن كتير اوي، وان انتي تلمسي فعلا الحظ والتوفيق في كل خطوة بتخطيها في حياتك. نسيت ارحب بيكم، صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصل لك فيه الفيديو ده. انا ندى حشيش، لو مهتمة كملي الفيديو عشان ما نروحش في داهية، بس لازم تتقرا مظبوط ده. فهقراه من حاجة. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نقطة. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نقطة. القدر موكل بالمنطق. نقطة. وده معناه ايه؟ معناه ان كل كلمة بتقوليها، كل كلمة حرفيا لازم تكوني واعية بيها، سواء بهزار سواء بجد ايا كان، سواء الحاجات اللي بتعملي لها شير، الحاجات اللي بتقريها، اللي بتعدي حواليك، الحاجات اللي انت بتصدقيها عن نفسك. ايه يعني ايه الحاجات اللي انت بتصدقيها عن نفسك او بتقوليها، او حتى انت مش مصدقاها بس بتقوليها كده، ليها قوة وليها تأثير. انا فاكرة زمان قبل ما اقول لكم الحكاية دي، فحاولي ان انتي تتكلمي طول الوقت وترمي في قدرك حاجات كويسة، حتى لو حاجات غير منطقية، حتى لو حاجات بعيدة، او حتى بس طول الوقت اتكلمي واذكري نفسك واذكري اي حاجة تخصك بشكل كويس او بشكل ماشي، بشكل كويس او بشكل اللي هو ما تتكلميش اللي هو عارفة اللي هو كلام سلبي. انا مش عارفة ايه، انا هموت، انا دماغي مش عارفة ايه، انا هتجلط. لا لا، خدي بالك من كلامك كويس قوي. ممكن يعني بقى نتكلم في النقطة دي باستفاضة اكتر بعد كده. انا فاكرة وانا صغيرة في واحدة بحبها قوي، ادعوا لها عشان فعلا هي اللي هي بتقوله ده فعلا فرق معايا في حياتي كتير قوي، او اللي هي قالته لي ده فرق معايا في حياتي كتير قوي. وبما اني بوصله لكم فكل الثواب ده رايح ليها، فادعوا لها عشان يتقال لكم بالمثل، وهي توصل لها وانتوا توصل لكم ونفيد كلنا بعض. كانت بتقول لي القدر موكل بالمنطق او بالنطق، انا مش عارفه ايه الصح فيهم يعني. وخدي بالك من الكلام اللي انت بتقوليه عن نفسك وعن حياتك، والكلام اللي انت بترميه في قدرك. فكنت صغيره اللي هو مش واخده الموضوع بجديه يعني، او اللي هو حاسه ان هي اي كلام يعني ماشي ماشي، اللي هو عارفين بقى اللي هو تمرد المراهقه ده. مع الوقت بقيت بلاحظ ان فعلا كل حاجه انا قلتها سواء حلو او وحش لقيتها، كل حاجه. طب ازاي كده يعني؟ حاجات كانت بعيدة قوي الواحد سواء بقى بالحلو او بالوحش، سواء مثلا اتكلمت قلت عن مرض، عن حمى، عن مش عارفة ايه، او انا هيحصل لي كذا، او انا سويت كذا، لقيت نفسي حصل لي فعلا الحاجات دي. ولما اتكلمت بالحلو عن حاجات بوسط هزار، او حاجات انا كان نفسي فيها، وابص الاقي مثلا انا نفسي فيها، او اتكلم عنها بهزار كده بشكل عابر، برضو بعد فترة حصلت لي لأهون سبب. فبقيت باخد بالي، بقيت بركز اللي هو ايه اللي انا بقوله، انا بتكلم في ايه، انا برمي في قدري ايه. ومن بعد ما بقيت بركز بقيت بقول دايما طول الوقت حاجات حلوة قوي، حاجات ممكن تكون مش منطقية، حاجات اقول لماما ادعيلي مش عارفة بكذا، اقول اللي هو اتكلم مثلا في وسط الهزار دايما اقول مثلا ايه، لو انا بهزر حتى او بجد ان انا بقول حاجات حلوة بس ما بقولش حاجات وحشة. واي حاجة اقولها واللي قدامي يستكترها عليا او يشوفها اللي هو ازاي بس شكلها، طب انتي طب ازاي يعني، لا مش منطقي، اقول لا معرفش ازاي، دي مش بتاعتي، انا مش برسم لربنا الطريق، ازاي دي عنده، عند ربنا جاي من فوق، وربنا عنده كتير. فانت يعني اللي هو انت مستكبراها على ربنا ولا ايه؟ فبضخم وبعرض لها الموضوع، فبتقول تقول لي اه والله عندك حق فعلا. فبتصدق ان هو اللي هو بنقل لها ساعتها اللي هو انا مصدقه ان ربنا عنده كتير، وان انا لو عايزه الحاجه دي بجد ربنا هيديها لي، او هيديني الاحسن منها، وان ربنا عنده كتير ويقدر يديني. فانتي مستكبره الموضوع على مين؟ عليا؟ انا عبد ضعيف.
ولكن على اللي خلقني، على ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، لا هي حاجة هينة جدا وبسيطة وسهل جدا ان هو يديها لي. وده ياخدنا لنقطة، تاني نقطة، السعي. يبقى اول حاجة ان احنا هنتكلم كويس عن حياتنا ومش هنرمي في قدرنا اي حاجة وحشة. تاني حاجة السعي. انا عن نفسي برضو، وانا حاسة ان الكلام كله النهاردة هي عن نفسي لان كل حاجة من تجربتي يعني. انا عن نفسي كان في حاجة معينة كنت عاوزاها، وقلت ان انا يعني انا معروف عني ان انا شاطرة، يعني شاطرة في، يعني الحمد لله الحمد لله، بس هو اي حد عارفني ان انا شاطرة قوي في حتة ان انا اغزل برجله حمار، يعني اطلع احسن حاجة من اقل امكانيات. وان انا لو في حاجة انا مش شاطرة فيها او مش مركزة فيها فده معناه عشان انا مش مهتمة بالحاجة دي او مش هتضيف لي قيمة لحياتي يعني، فمش مهتمة ان انا اتعلمها قوي، ان انا اتقنها قوي، او لو حاجة انا مضطرة ان انا استخدمها يعني او اعملها فخلاص بعملها بالشكل يعني اللي يرضيني يعني او اللي يمشي الدنيا يعني، امشي حالي يعني. لكن لو انا عايزة اتقن حاجة قوي اعرف اعملها. المهم كان في حاجة انا كنت عايزاها وانفقت من ساعتي، يعني اللي ينفق كل ذي ساعة من ساعته. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده عند فيديو قبل كده، وعملت الحاجة دي بالمتاح. والحاجة دي بتجيب نتيجة يعني بس بطيئة شوية، ولكن انا انفقت، انا عملت اللي عليا، انا قدمت السعي اللي اقدر اعمله تجاه الحاجة دي دلوقتي. متزامن بقى مع ده، تمام، اتفتح لي باب. انا من وانا صغيرة حاجة انا كنت عايزاها من وانا صغيرة قوي، وكنت كل ما اقول لحد انا عايزة الحاجة دي يقول لي ازاي يا بنتي اللي هو ازاي، ما اعرفش هي هتيجي. وما كنتش متخيلة ان الباب ده ممكن يتفتح او ان الحاجة دي ممكن تيجي. وانا كنت في الوقت ده كنت عايزة الحاجة وكنت بحاول فيها وكنت بلف حوالين نفسي يعني. وصدقوني الباب ده اتفتح بأهون سبب، بسبب يعني مش عايزة اقول تافه، بس بحاجة اللي هو مش، او حاجة مش انا ما كنتش واخدة بالي منها، لا اتفتح بشكل كده اللي هو ازاي بالبساطة دي، بالبساطة دي. يعني انا عن نفسي لما بكون عايزة حاجة قوي زي ما قلت لكم بقدم سعي، قدمت السعي ده بياخدنا لنقطة تانية، ان انا بعد السعي ان انا بوكل امري لربنا. يعني ايه؟ يعني انا عايزة الحاجة دي جدا، قدمت اللي في ايدي كله، عملت، انفقت من ساعتي، عملت اللي عليا، تمام، ولكن بوكل الامر كله لربنا، اللي هو يا رب انا وكلتك امري كله، يا رب انت لو شايف ان الحاجة دي فيها خير ليا، يا رب انت لو شايف ان الحاجة دي فيها الخير ليا انا عايزاها قوي، يا رب هيديها لي. وسبحان الله سبحان الله رب العالمين دايما يا اما اللي بيحصل معايا كالتالي، يا باخد الحاجة دي وبتجيلي وزي ما قلت لكم كده باهون سبب، يا اما ده طول حياتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يا اما الحاجة دي ما بتجيش بس بيجي الاحسن منها بكتير بكتير، اللي هو وغالبا الحاجة الاحسن منها دي لما ما بتجيش، يعني لما قصدي بتيجي بكتشف ان هو لو كانت جات لي الحاجة دي كانت دي ما كانتش هتيجي، تمام. وانا في دماغي كده اللي هو الحاجة ممكن ما تبقاش مناسباني، يعني دايما برضو بشوف اللي هو ربنا اضرب حال عباده، ما هي الحاجة ده ممكن ما تكونش مناسباني ولكن هي خير لحد تاني او مناسبة حد تاني او حد تاني اولى بيها، وانا ربنا بيراضيني وكده كده هيبعت لي الخير او الاحسن او المناسب ليا او اللي يعني مش عارفه اقولها ازاي، بس هي اعتقد هي دي النقطه اللي بيقولوها لك دايما او بيقولوها لك دايما في الفيديوهات بتاع قانون الجذب، اللي هو الحاجه هتجيلك لما انت تفك التعلق بيها. فانا مش عارفه هو ده اسمه انا فك التعلق ولا ده حاجه تانية، بس انا عن نفسي كل حاجه مهما كنت انا عايزاها، انا عايزاها جدا، بعمل اللي في ايدي وفي سعي عشان ان انا اخدها، بنفق من ساعتي عشان اوصل للحاجه دي، وبالنسبه بيني وبين نفسي بوكل ربنا سبحانه وتعالى انا عاوزه الحاجه دي، ولكن هي لو ربنا سبحانه وتعالى ادرى، لو ما جاتليش انا عارفه كويس قوي ان هي واثقه 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 منتهى اليقين، انا عارفه كويس جدا الحاجه دي لو ما جاتليش هيجيلي الاحسن منها اضعاف، وان هي ممكن تكون ما جاتليش عشان هي مناسبه لحد تاني، فانا مش فارق معايا، انا الامر كله في ايد ربنا، فربنا هو اللي هيحل لي الموضوع او يعني انا مسنوده قوي، اللي هو انا شايفه طول الوقت نفسي ان
انا مسنوده قوي، انا مسنوده ربنا، انا مسنوده برب العالمين، فانا مش خايفه من حاجه، مش شايله هم حاجه، ايا كان الظروف، ايا كان الحاجه اللي بمر بيها، انا طول الوقت شايفه ان انا مسنوده. هيجي لي احسن حاجه، مشاكلي هتتحل، ربنا ما سابنيش مره، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. فهو اول حاجه اليقين، تاني حاجه السعي، وان احنا نوكل ربنا سبحانه وتعالى. وده برضو ياخدنا لنقطة ليه بقولك انفقي او اسعي باللي عندك، ولا ينفق كل ذي ساعة من ساعته، اللي هو اعملي باللي عندك او اللي في ايدك. عشان شفتي انا بقولك السعي بسيط، ممكن يوصلني، هو مومي بسيط، او اللي هو انا عملت اللي عليا، بس مش عملت لا لا، انا عملت اللي عليا من اللي في ايدي بامكانياتي، من غير ما اجي على اي حاجة تانية. ويعني النقطة دي انا شرحها في 1000 فيديو تقريبا. ولكن انا عملت اللي عليا، والحاجه اللي انا بعمل بسعى فيها ممكن تكون مثلا نتيجتها بطيئه شويه، ولكن يعني انا واخده نتيجه، ولكن لمجرد اني سعيت بامكانياتي، لمجرد اني سعيت، انا شايفه ان كل سعي اكيد ليه نتيجه. ده في نفس الوقت ودايما بتحصل معايا، عشان كده انا بقول ايه، لما بشوف اي حاجه انا ما بتصرفش في الحاجه اللي ما اقدرش اتصرف فيها. يعني انا مثلا لما بيكون عندي مشكله او كده بشوف بكتب قدامي ايه انا اقدر اعمل، ايه اللي انا اقدر اتصرف فيه. تمام، انا اقدر اتصرف في الجزئيه، طب الجزئيه دي تخصني اقدر اتصرف، خلاص ماليش دعوه، يعني سيبها على ربنا، في حد تاني مسؤول منها، انا ما بشغلش دماغي بيها، انا بتصرف في اللي معايا، في الحاجات اللي انا اقدر احلها او ان انا اشتغل عليها. فزي ما قلت لك السعي البسيط ده فتح لي باب تاني، انا كان بعيد خلاص عن دماغي وخلاص، يعني كنت رميت الباب ده، والباب ده كان محتاج يعني ايه بسعي بسيط اهو قوي في الحاجه دي، فتح لي في نفس الوقت بالتزامن ده انا خدت نتيجه حاجه اكبر بكتير قوي. الاتنين ما لهمش علاقه ببعض، الاتنين ما لهمش علاقه ببعض، ولكن انا سعيت اهو، ربنا رضاني بحاجه كبيره قوي، انا عملت من اللي عليا، او اللي انا شايفه ان انا اللي عليا، او اللي اقدر اعمله في اي حاجه لتحسين اي حاجه في الدنيا لحياتي او كده. فربنا رضاني بشكل كبير قوي بحاجه انا كنت ناسياها مثلا من سنين، او حاجه انا كنت عايزاها قوي. فاللي هو تقريبا انا اضرب بعصاك، اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى اللي هو سعي بسيط قوي، اضرب بعصاك. يعني شوف الموضوع، فتح له البحر، معجزه، معجزه، شق له البحر، انتوا متخيلين معجزه بسعي بسيط قوي، اللي هو سيدنا موسى انا اضرب بعصاك. هزي بجذع الشجر النخله اليك، انا مش عارفه، انا حاسه ان انا كده بنعق ثانيه، سوري يا شباب كنت بشوفها. وهز اليك بجذع النخله، الشجره اللي انا كاتباها هنا، بجذع النخله، حاجه يعني محتاجه 10 رجاله ان هم يعملوها، مش ست والده وتعبانه وهربانه يا عيني وحالتها يعني صعبه، وربنا يعني شوف اللي هو ايه برضه طلب منها اعملي سعي بسيط قوي، هزي جذع النخله بس وانا هنزل لك رزقك، وهنزل لك، اللي هو سعي بسيط قوي. انتوا متخيلين المعجزه؟ متخيلين الفكره عامله ازاي؟ انا مش بقولك ان انتي ما تعمليش اللي عليكي او تكاسلي، او اللي هو لا، انا بقولك قدمت كل اللي في ايدي من ساعتي، انفقت من ايدي، قدمت كل السعي اللي اقدر عليه بامكانياتي في اي حاجه بقى، يعني المهم ان انا بشتغل على قد امكانياتي في اي حاجه بقى، في اي نقطه في حياتي. والباب ده نفسه اللي انت بتسعي فيه او بتقدمي فيه، يا هيجيلك منه نتيجه، يا هيجيلك حاجه تانية انت كنت ناسياها. فانا في حياتي على مدار حياتي شايفه ان في علاقه، ان في علاقه، الباب ده ما اتفتحش هيتفتح باب احسن منه بكتير قوي، لان انا قدمت من اللي عندي، انا ما قعدتش وسكت واتفرجت وادعي بس الدعاء حاجه مفيده، الحياه حاجه مفيده، ولكن زي ما بقولك بوكل ربنا، مش بالتعلق قوي ان هو لو الحاجه دي ما جاتليش انا هموت، انا الحياه انتهت، لا، اللي هو يا رب انت في ايدك الامر كله، الحاجه دي ربنا يعني سبحانه وتعالى يا هيديها لي يا هيديني الاحسن منها، وده يقين جوايا. النقطه اللي مش عارفه له كام، الامتنان، انك تكوني ممتنه، بس مش الامتنان اللي هو كده وكده، واللي هو اكتبي مش عارفه ايه وكل يوم فكري دي حاجه كويسه انت تعمليها وكل يوم تفكري فيها، اللي هو استنى عشان ما نروحش في داهيه برضو، مش عارفه ليه باجي بنسى، بس انا ممكن اكون حافظاه، فاهمه قصدي، اللي هو حقي
اعملوا آل داوود شكرا. اعملوا آل داوود شكرا، اللي هو اعملوا، انت هتعملي، مش هتقولي، لا هتعملي. امتنان من القلب. انا لو قلتلك، انا مش عارفه هو ده المعنى، بس انا بحاول ان انا اقدم الامتنان او اشوف احسن شكل للامتنان ان انا امتنه. ولكن انا عن نفسي يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقريبا ممكن كل يوم بصلي شكر. ولو قلتلك الحاجات اللي بصلي عليها شكر هتقولي ايه ده، ايه ده، انت محدثه يا بنتي ولا ايه؟ لا انا مش محدثه. ثانيه برضه عشان ما نروحش في داهيه، حاجه تانية برضه عايزه اقولها لك بمناسبه الموضوع ده. اه من أصبح منكم آمنا في صلبه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده حديث نقطة. بمعنى انت عندك قوت يومك، امنه يعني عندك مكان امان تقعدي فيه، صحتك كويسه، ده في حد ذاته حاجه تستدعي الامتنان، تستدعي ان انت تحمدي ربنا وتشكريه عليها كل يوم. انا فاكره كويس قوي وانا حامل، في الفتره اللي كنت حامل فيها، ده تقريبا كان ناتج على ان انا يعني لا انا كده هبقى بفضفض زياده عن اللزوم، ما علينا. انا كنت كل مره بروح اكشف عند الدكتوره، كنت قبل ما اروح بصلي صلاه حاجه، ان انا اطلب من ربنا ان انا اسمع اخبار كويسه عن ابني ويطمني عليه، وان يكون وزنه كويس وكل حاجه كويسه كله تمام، يعني ان انا ما اسمعش اي حاجه وحشه عن الولد، وان هو يطمني عليه وارجع مبسوطه. وكنت برجع من عند الدكتوره، اول حاجه اعملها اصلي صلاه شكر. كل مره متخيله، كل مره من ساعه ما عرفت ان انا حامل، قبل ما اروح اصلي شكر، ولما قبل ما اروح اصلي حاجه، وبعد ما ارجع اصلي شكر. مع ان مثلا انا كان في حد كان بيقول جمله لما انا كنت اجهضت، انا كنت بمر باجهاض متكرر يعني، فكان في حد قال لي جمله كده اللي هو ايه يعني ما كل القطط والكلاب بتخلف، ايه المشكله يعني؟ اللي هو انت زعلانه على ايه يعني؟ انت ما عملتيش فبغض النظر عن الموضوع ده، مش هنتطرف له قوي، ولكن لا، دي نعمة ونعمة كبيرة ومن عند ربنا وهبة، وربنا يرزق كل مشتاق وكل اللي محتاجة. ودي نعمة انا بحمد ربنا عليها كل يوم، مهما كنت تعبانة، مهما كانت الامومة كانت صعبة، مهما كنت، انا بحمد ربنا كل يوم على ابني. ربنا يبارك لي فيه ويخليهولي يا رب، ويرزق كل مشتاق ويجرب فعلا الاحساس ده. ولكن برضو زي اللي هو مش هنتطرق برضو في الموضوع كتير، اللي هو ان انا جبت لبس جديد اصلي شكر، ان اليوم عدى كويس بسلام ما حصلش فيه اي مشكله، واكلنا وشربنا ما عندناش مشكله، ما عنديش دين، ما عنديش اي حاجه، اصلي شكر. ان ما حصلش اي حاجه، اليوم كويس، ابني اتعلم حاجه جديده، اصلي شكر. فكل يوم بلاقي نفسي اسباب كتير جدا جدا تخليني ان انا اشكر ربنا واصلي شكر واحمده دايما في دماغي، اللي هو النعم، الحمد لله يا رب على كل النعم اللي انت مديهالي. امتنان من القلب، امتنان بجد، مش امتنان اللي هو اكتبي وفكري نفسك، ايوه اكتبي وفكري نفسك، ولكن حاولي ان انت تستشعري الامتنان وتشكري بقلب قوي، وتستشعري الشكر كل لحظه وكل دقيقه. انا تقريبا يعني الحمد لله الحمد لله يا رب، وانا عارفه ان حتى دي كمان نعمه ربنا انعمها عليا بيه. انا ما فيش لحظه، او مثلا مش هقول لك لحظه عشان ما بقاش، يعني انا ما بيعديش عليا ساعه او نص ساعه الا لما بحمد ربنا قوي من قلبي. انا بجد بحمد ربنا، مش اللي هو عامله ايه لا الحمد لله، لا انا حتى كل الناس لما حد بيجي يسالني انت عامله ايه، انا في نعمه الحمد لله، انا كويسه قوي مهما كنت الظروف. وانا في حد قبل كده علق على الموضوع ده، اللي هو ازاي في وسط الظروف وبتاع انت لما بنقعد معاكي والحمد لله انا جوزي زي كده. لما حد يقعد معانا، حد غريب، يحس ان احنا عندنا كل حاجه، احنا مش ناقصنا اي حاجه. الناس المقربين لما بيبقوا عارفين مشاكلنا او كده، في حد فيكم مقرب وعارف قال ازاي انا مش عارف، انت لما بقعد معاكم بحس ان الدنيا تمام ومفيش مشكله ومفيش اي حاجه، ما انا عارف اللي فيها. ايوه احنا مش هنقعد نعيط، احنا الحمد لله على كل حال، احنا احسن من غيرنا كتير. وبالتالي ده بيوصلنا اللي هو الحمد لله، الحمد والشكر بيزود اللي عندك.
ربنا ان شاء الله، ربنا مش هيسيبنا، ربنا هيحلها من عنده. فالشكر والامتنان والحمد بيزود وبيفتح ابواب. ويعني دي وعود ربنا، دي وعود ربنا لينا. رب العالمين سبحانه وتعالى وعدنا ان احنا لما هنشكر وهنحمد قوي لدرجه ان احنا النعمه، الناس مش هتبقى حاسه ان احنا عندنا مشاكل، النعمه باينه قوي الحمد لله علينا. احنا مش بنمشي نتفشخر على الناس بالحاجات اللي عندنا واحنا عندنا وانتم ما عندكوش، انا مش قصدي كده، ولكن بنبقى مستشعرين النعمه قوي الحمد لله. حتى لو بابسط الامكانيات احنا مبسوطين مرتاحين راضيين واثقين في ربنا، واملنا كله في ربنا ان هو كل حاجه هتبقى احسن مهما كانت اي ظرف او اي حاجه احنا بنمر بيها. انا برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني اخد بالي قوي من النقطه دي، من حاجه من سنين عفوا، في واحده زمان هي قالتها لي بهزار، يعني قالت لي انت عندك كل حاجه، انا عايزه اعرف ايه اللي ناقصك، هو مش المفروض الانسان مش عارفه 24 ايراد وان كلنا مش عارفه ايه، انت ازاي عندك كل حاجه كده؟ وقعدت تعدلي كل حاجه في حياتي بغض النظر انا عملت معاها ايه، انا لسه لحد دلوقتي اعرفها ولا لا. وفعلا عدت حاجات عاديه جدا. من ضمن الحاجات مثلا اللي هي قالتها لي او اللي هي ركزت عليها، حب ابويا ليا. طب ما هو ابويا طبيعي ان هو هيحبني، حبه واهتمامه ليا يعني، وان هو بيدللني او كده، ربنا يبارك لي فيه يا رب ويطول لي في عمره ويخليه ليا. بس انا اكتشفت ان الحاجات اللي انا شايفاها عاديه، وانت نفسك ركزي الحاجات اللي انت شايفاها عاديه هتلاقيها بالنسبه لناس كتير لا مش عاديه، دي نعمه، دي حاجه كبيره. مش كل الناس عندها الحاجات دي اللي بالنسبه لك انت عاديه وشايفاها كده عادي، لا دي بالنسبه لناس كتير رفاهيه. المهم عشان ما نطولش في الفيديو، فيبقى اول حاجه ان انت ايه، اول حاجه ايه، هنرجع مع بعض. براجع انت الفيديو ثواني. نراجع مع بعض يا بنات. اول حاجه ان احنا ما نقولش حاجه وحشه عن حياتنا، وان احنا كل كلامنا يبقى كويس عن نفسنا يعني، ما حتى لو بهزار. تاني حاجه السعي، حتى لو السعي بسيط بس اسعي بكل امكانياتك، حتى لو انت شايفه ان السعي ده مش هيقدم لك حاجه، ان انت بتوكلي امرك كله لربنا سبحانه وتعالى، وتبقي واثقه ان ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك الصح او الصالح ليكي. الامتنان، وان انت يعني انا حاسه ان الفيديو طول مني قوي، فانا هحاول ان انا الخص الامتنان، وان انت تشكري ربنا وتحمدي ربنا سبحانه وتعالى. وانا اتكلمت عن نقطه الامتنان. النقطه اللي مش عارفه الكام، ان انت تعلي استحقاقك، ودي انا عامله فيديوهين عنها، فالفيديو طول مننا فمش هينفع اقعد اعيد وازيد واتكلم عنها، بيرجع لي الفيديوهات القديمه. مع الوقت الحاجات دي بتخليكي تستشعري كل الفرص، هتركزي على الحاجات الحلوه بس، هتلاقي نفسك فاهمه حاجه بسيطه قوي محدش واخد باله منها، انت مطلعه منها فرصه او فكره او حاجه. يعني هو الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي او خطوات بتقلل الاسترس على دماغك، بتخليكي تاخدي بالك من كل الفرص. وخلي بالك انت اي حد مثلا نجح في الحياه او في العالم، هو بدأ بفرصه او بفكره، هي ممكن تكون مثلا حد تاني بص لها لا ما يجيش منها، بس هو اداها قيمه وركز عليها واشتغل عليها، فبالتالي بقت كذا وبقت كذا وبقت كذا، من غير ذكر اسماء دلوقتي يعني. حتى المنصه اللي انا بكلمك من عليها دي برضو اكيد ابتدت بفرصه او بفكره او بشكل ما، ممكن يكون ناس كتير قللت منها وما خدتش بالهم منها، ولكن ما علينا. المهم انتي وصل لك الفكره دي عشان بس الفيديو ما تطولش. وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ان انتي يكون الفيديو فعلا اضاف لك قيمه او اضاف لك حاجه مفيده. لو انتي ضد اي كلمه او اي حاجه انا قلتها ناقشيني فيها، بحيث ان احنا حد تالت يستفاد من المناقشه او انا اوصل لنتيجه احسن، او تعدلي عندي مثلا وعي معين او وجهه نظر معينه. لو عندك حاجه تضيفيها للكلام اللي انا بقوله لك ده، يا ريت يعني تكتبيه في الكومنت. اللايك مش هيعمل لك اي حاجه، بس هيعمل لي انا كتير. ما تنسيش لو انت عجبك محتوى الفيديو بتاعي او المحتوى بتاعي عموما، تعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.